السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تعالوا نعمل الكشري في البيت. هنعمله في حله واحده، هنوفر وقت ومجهود ونوفر فلوس. اهم حاجه هنعمله بطريقه سهله قوي وبسيطه. مش افتكاسه ولا حاجه يا جماعه، اتعملت ناس كتير عملوها وانا عملتها قبل كده. والصراحه نفسي اكل كشري ومكسله ان انا اعمل كل حاجه في في حله واحده. ده منقذ ومنجز في نفس الوقت. ما خدش مني تقريبا نص ساعه. بس انا كنت محضره البصل قبلها بيوم وشايلاه في علبة في التلاجة او في طبق ومغطياه كويس. تمام. نبتدي بقى نعمل الكشري بتاعنا، واستخدمت بواقي المكرونة اللي موجودة عندي. حتى نوعت في كذا نوع من المكرونة، 3 انواع استخدمتهم في طبق المكرونة ده. أنا عندي شوية حمص كده مسلوقين في الفريزر، والعدس حطيته برضو على المكرونه والرز، استووا كلهم مع بعض، ما خدوش مني وقت زي ما قلت لكم. وما شاء الله كل حاجه، كل ده عملته في نص ساعه فقط تغيير. يلا بينا نبدا ونسمي الله ونشوف الكشري اتعمل ازاي. وتعالوا مع بعض نحضر الغدا. سمي الله. اول حاجه جبت الحله اللي انا هعمل فيها الكشري، وطبعا ده زيت التحمير بتاع البصل هنستخدمه في الكشري. حطيت كميه حلوه لان انا هحط عدس ومكرونه وشعريه ورز. اول حاجه هحط كوبايه من الشعريه. في ناس بتستخدم او بتعمل الكشري الحله الواحده ده بتحط الشعريه نيه مع مع المكرونه وبقيه المكونات، لكن انا هحمرها. اولا هتدي طعم حلو، تاني حاجه مش هتعجن في وسط المكونات. بعد كده حطيت كوبايه الا ربع من الرز. تمام. قلبتها في الزيت كده. بعد كده نزلت بالمكرونه بتاعتي. انا عندي حوالي 100 جرام من المكرونه البنه، حطيت عليهم 200 جرام من المكرونه الخواتم او المرمريه، و200 جرام من المكرونه الشرايط. اكتشفت لما جبت المكرونه، بدل ما اشتري سباكيتي اشتريت اللي هي الشرايط دي. اشتغلت برضو، ما قالتش لا في الوصفه. قلبتهم في الزيت، وبعد كده جبت حوالي 200 جرام من العدس الاسمر. غسلتهم، ما نقعتهمش ولا حاجه، غسلتهم وشطفتهم كويس وصفيتهم وحطيتهم على الرز والمكرونه، وقلبتهم في الزيت. وبعد كده تبلت المقدار بملح وبسيط جدا من الكمون والكزبره. بعد كده هنزل بمقدار الميه اللي هيسوي المكونات دي كلها مع بعضها، اكننا بنسوي بالظبط رز. نحط مقدار الميه اللي هيدينا التسويه الكامله للمكونات دي. كنت بشوف الملح، لقيت الملح مش خفيف يعني شويه، فزودت شويه. غلي المقدار وحطيته على نار هاديه وغطيته. بعد كده هنبتدي نشتغل في الصلصه. ضربت طماطم في الخلاط، نعمتها كويس، وحطيت عليها معلقتين من معجون الطماطم. وهنا حطيت شويه زيت من التحمير. وبعد كده نزلت عليهم بشويه بصل من المتحمرين اللي انتوا شفتيهم. ده البصل اللي كنت محمراه، قطعته جوانح وحطيت عليه معلقه من النشا. وبعد كده حمرته وسبته. بعد ما حطيت البصل وحطيت عليها صلصه طماطم، تبلت المقدار بملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وفصين من الثوم ومعلقه من الخل وشويه سكر كده، رشه سكر صغير. ونسيب المقدار كله يغلي ويتسبك مع بعض. صلصه الكشري ما بتبقاش تقيله قوي يا جماعه، زي صلصه المحشي او الطبيخ او اي حاجه زي كده. هنا كان عندي برضو بقى ابتدى الكشري يستوي كده، محتاج حوالي دقيقتين على النار. اغطيه برضو لحد ما الصلصه تتسبك. نحضر بقيه المكونات بتاعه طبق الكشري. مكونات الكشري طبعا اللي هي الدقه والشطه. الدقه انا بعملها بطريقه بسيطه قوي. بجيب فصين من الثوم واحط عليهم معلقتين من الصلصه عشان تديها لون. احط عليها ميه، واحط عليها كميه من الخل حسب الكميه اللي انا عاملاها. بس الخل بيبقى زياده شويه لان دي دقه لازم تكون حمضيه. اتبلها بشويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه. حابين تحطوا ليمون عليها اللي يعجبكم. عايزين تعملوها بطريقه تانية بس جربوا الطريقه دي اقرب طريقه اللي بتاعه المحلات، ان شاء الله هتظبط معاكم. كده الدقه جاهزه، اركنها على جنب. تاني حاجه هجهز الشطه. في ناس برضو بتسبك الشطه، انا مش هسبكها. حطيت مقدار من الشطه كده، الفلفل مطحون، حطيت عليهم كبشه من صلصه الطماطم، وانزل عليهم بمعلقتين من الزيت بتاع تحمير البصل. كده الشطه جاهزه. يبقى كده مكونات الطبق الحمد لله كلها جاهزه. نبتدي بقى نغرفها. انا غرفته في طبق في سيرفيس كامل، سيرفيس كبير يعني. حابين تعملوه
في اطباق صغيره لكل فرد طبق اللي يعجبه. هنا كنت بدوقه قبل ما احط عليه صلصه، طعمه حلو قوي، شكله حلو قوي كمان، معجنش الحمد لله. حطيته في الطبق وزينته بالحمص وزينته بالبصل وقدمت معاه المكونات التانية. جربوا الوصفه دي، منقذه ومنجزه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.